سيبنا التمريرة بتاعت حسين الشحات، وسيبنا الماتش وتحليل الماتش، وسيبنا إصابة يحيى عطية الله، وسيبنا الهدف بتاع إمام، ومسكنا في الاحتفال عادي. في الاحتفال احتفل به البليهي مع منتخب السعودية، احتفل به نكونوكو بتاع تشيلسي، احتفل به لاعب في سالزبورج الألماني. المشكلة إن في جماهير من جماهير النادي الأهلي يقول لك أنا أهلاوي واللي عمله إمام عاشور ده غير أخلاقي، المفروض يتحاسب عليه. في ناس كتيرة نزلت وكباتن لعبة كورة وقال لك لا، المفروض لجنة المسابقات تتدخل في الموضوع ده وتعاقب اللاعب ده، لأنه ده احتفال غير أخلاقي. سيبنا الاحتفال احنا دلوقتي، بعديها الناس غيرت من غير أخلاقي ودخلت في لون البالونة. اشمعنى لون البالونة بيضة وما اشتراش لونها حمراء؟ ليه؟ وبعد كده بعد ما نفخ البالونة راح دايس عليها. طب هي البالونة تخص مين؟ تخص هو، لان هو اللي بيحتفل احتفال عادي، احتفال كرة القدم. الناس كلها بتحتفل، قفشة بيحتفل ب... باحتفال كريستيانو رونالدو، مش فيهاش مشكلة. حسين الشحات بيحتفل بكريستيانو رونالدو برضه، السولية بيحتفل، الناس كتيرة بتحتفل، علي معلول والناس كلها تحتفل. لا، احنا نمسك في امام. ليه؟ لان امام خدنا عليه فكرة ان هو بتاع مشاكل. هو ما عملش حاجة، هي ما فيهاش حاجة، والله ما فيها حاجة. وراح احتفل مع فلان على انستجرام على صفحته، وراح منزل صورة هي هو وبنته ربنا يحفظها له، وراح نفخ البالونة وبيلاعب بنته عادي، رسالة لبنته. بس احنا نفهمها غلط، احنا عشان اللون البالونة لونها ابيض، لا، ده هو كده بيبعت رسالة للنادي التاني. عايزين نطلع ترند ازاي؟ النهارده مباراة الاهلي، لا احنا نمسك في اي لاعب. مين اللاعب اللي هو بيعمل الحركات؟ احنا نمسك في امام عاشور. امام عاشور بتاع لقطة، خدنا عليه الفكرة دي. المشكلة يا اخي في ناس بعد التعليقات بتشوف ان في يعني بعض الناس اللي هي فهمها على جدها دي بتروح متدخلة يقول لك انا اهلاوي والله، والمفروض امام ما يعملش كده، وامام لو استمر على كده هيبطل كورة، و... و... واللي هو بيعمله ده بيعمل فتنة، والتدخل ومش عارف ايه. وناس اتكلمت، وناس غريبة، ناس غريبة، اقسم بالله دماغ غريبة. يعني انا مش شايف فيها حاجة والله، وناس كتيرة مش شايف فيها حاجة عادي، ولا حراق ولا اي حاجة. هو بيحتفل، جاب هدف الراجل وسجل ونفخ البالونة وخلاص، مش قصة يعني. هو الراجل عايز يحتفل وفرحان، نفرح زيه؟ لا، ما نفرحش زيه، احنا نسيب المباراة. لا، ازاي يعمل كده؟ ما ينفعش، ما ينفعش يغيظ ناس تانية. والله يعني ربنا يشفيكم من الاخر.